التعصب لما عليه الآباء والأجداد، أيضا التعصب لأقوال الرجال أيا كانوا، ومعلوم أنه لا يتعصب إلا إذا قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. حجة المشركين الأوائل بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فالتعصب للأشخاص، التعصب الطائفي، التعصب العرقي، التعصب القومي، التعصب القبلي، التعصب الطرقي، كل هذا يفضي، التعصب الحزبي بحيث تجد الشخص يوالي ويعادي على مبادئ هذا الحزب المعين ولو خالف شرع الله، ولو أدى إلى تدمير بلده، لأن الولاء والبراء على ذلك. والتعصب أمر مذموم وخطير، ليس منا من دعا إلى عصبية، ليس منا من قاتل تحت راية عمية. وهذا ينقلنا إلى السبب الرابع، وهو متعلق بالتعصب، وهو أن البعض من الناس ينتمون إلى أحزاب معينة يوالون ويعادون عليها، فعدم تحقيق المناط في مسألة الولاء والبراء يوقع في هذا التعصب. كما قال صاحب مسيلمة قديما: كذاب اليمامة خير من صادق مضر. يعني صادق مضر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعرفون أنه صادق، لكن أدى بهم التعصب والولاء لمسيلمة الكذاب إلى أن يوالوه ويقاتلوا دونه والعياذ بالله. والتعصب الحزبي في هذا الزمان أكثر خطورة من أي تعصب مضى. طائفتان تتقاتلان في بلد من بلاد المسلمين، هناك أخوان شقيقان ذهبا من بلادنا وكل منهم يقاتل الآخر، هذا مع المنظمة الفلانية والآخر مع المنظمة الفلانية. حبك الشيء يعمي ويصم، فهو قد نفث في روعه وأقنع أن الحق هو مع هذه الطائفة، يوالي ويعادي من أجلها، ولو أقمت له أدلة أمثال الجبال هو لا يفقه، لأنه قد غسل دماغه ومخه فأصبح لا يفقه. يقاد كالببغاء أو كالخروف الذي يقاد لذبحه وهو لا يدري. فعدم فهم حقيقة الولاء والبراء أوقعهم في هذه المسألة، مسألة التعصب. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. الولاء للدين، الولاء لمن يقيم هذا الدين. المؤمنون بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويطيعون الله ورسوله.